الدوري زين امام اليرموك. بدايه، هل توقيت مباراه الكويت ونتيجه مباراه الكويت تضع الجهاز الفني لنادي القادسية في ضغط من اول مباراه في الموسم؟ الضغط موجود حتى قبل مباراه نادي الكويت. انت تعمل في نادي القادسية، نادي جماهيري، نادي متطلب. الضغط موجود حتى بعد الفوز، بغض النظر عن نتيجة نادي الكويت، لكن الضغط موجود لأن نحن نعلم تماما أن هذا الموسم هو موسم الحصاد، وبإذن الله يكون موسم الحصاد. دكتور، مباراة صعبة مع اليرموك، شفنا المباراة الأولى رغم أنه كان صاعد هو والتضامن، ولكن المباراة تكون تلعب 4-4، يعني هجوم قوي، وأيضا ممكن قد يكون خلل في الدفاع. إعدادكم لهذه المباراة وما بعدها الديربي الكبير بالقادسية العربي. اولا مباراه اليرموك، ومن ثم مباراه العربي. فيما بعد مباراه اليرموك الاهم هو تحقيق اداء جيد في هذه المباراه وحصد 3 نقاط امام اليرموك. اكيد ان احترام كبير لهذا المنافس، منافس صاعد من الدرجه الثانيه. اكيد سوف يلعب مباراه مختلفه مع القادسيه. القادسيه مختلف عن التضامن، مع التضامن فتح الملعب اكثر، حاول انه يرجع للمباراه لان النقاط محسوبه عليه. ال3 نقاط مهمه بالنسبه له، لكن مع القادسيه حصد نقطه بالنسبه له هو مكسب. اكيد كل هذه الاحتمالات موجوده في عقل اللاعبين وفي عقل الجهاز الفني. التحضير مختلف، والاهم هو حصد 3 نقاط في هذه المباراه. دكتور، كلمنا عن اللاعبين المحترفين، ما هو مدى انسجامهم مع الفريق وشنو المنتظر منهم ان شاء الله؟ اكيد المنتظر منهم هو تحقيق الانتصارات وتقديم افضل ما يمكن تقديمه للاعب المحلي واللي التيشيرت والشعار نادي القادسيه. جميع اللاعبين يقومون بكل ما يمكن فعله في هذا الموسم، من خلال التدريبات، من خلال التزامهم، من خلال تعليمات الجهاز الفني، وبالنهايه في تقييم يومي للاعبين المحليين واللاعبين المحترفين. البعض يرى أن اللاعبين المحترفين لا يصنعون الفارق في نادي القادسية. من مباراة واحدة البعض يعتقد أن اللاعبين المحترفين لا يصنعون الفارق. من معسكر تدريبي لمباراتهم مع نادي الكويت. بالعكس، أنا بالنسبة لي اللاعبين المحترفين اللي موجودين لاعبين مميزين. إذا ما تحدثنا على الحلقة المفقودة في نادي القادسية في المواسم السابقة، تحديدا المهاجم خافي من أفضل المهاجمين في الدوري المغربي، وأنا بالنسبة لي خافي راح يكون علامة فارقة في نادي القادسية وفي الدوري الكويتي. لاعب كان مزعج، قدم مستوى جيد في مباراة الكويت، وسوف يقدم مستويات إن شاء الله جيدة في المباراة القادمة. مهدي بالنسبة لي سبق وأن ذكرت أن اللاعب بالنسبة لي هو أفضل محور موجود في الدوري الكويتي، أو من أفضل اللاعبين المحاور الموجودين في الدوري الكويتي كلاعب امام قلبي الدفاع. فانا باعتقادي ان المحترفين اللي موجودين الصوله لا يوجد، يعني مستحيل ان اي شخص يتكلم على محمد الصوله وجوده محمد الصوله. هي المساله مساله انسجام. بالنسبه للمعسكر، البعض يشاهد النتائج، لكن احنا كجهاز فني ما نشاهد النتائج. لا شخص، يعني لا يوجد اي شخص يعلم الهدف من المباراة الأولى. المباراة الأولى كان الهدف بدني أكثر ما هو هدف فني. فأنا باعتقادي هو التقييم بعد القسم الأول على الأقل، وليس بعد المباراة الأولى اللي هي مباراة نادي الكويت. دكتور، البعض تحدث عن أن رغبة الدكتور محمد المشعان في التعاقد مع محترف يضيف حل هجومي على حساب أحد لاعبي الوسط. مدى صحة هذا الكلام؟ هذا شيء الثاني، هل إصابة عزيز وادي ستغير من هذا التفكير؟ مثل يعني الامور الفنيه هذه بصراحه، بالنسبه لي هذا السؤال او جواب هذا السؤال ليس باهميه ال3 نقاط المباراه القادمه. اهم شيء في الوقت الحالي هو تحقيق 3 نقاط، ومن ثم التفكير في المباراه اللي بعدها اللي هي مباراه ديربي، مباراه مهمه، ومن ثم في اجتماعات مع الجهاز الاداري وفي اجتماعات مع الجهاز الفني، وبعدها تحديد وتقييم ال3 مباريات وتحديد ما نحتاجه كنادي القادسية للمنافسة. قد يكون هناك تبديل، قد يكون طوال ما يعني فترة الانتقالات الصيفية أو باب الترانسفير ويندو مفتوح، وأنا أقولها للمحترفين والمحلين. لا يوجد أمان لأي لاعب، للمحترفين والمحلين. هذا نادي كبير، نادي متطلب. على المحترف دائما أن يقدم أفضل شيء. لا أعتقد أن النادي يملك
أي مشكلة في تغيير أي محترف، ولا يملك أي مشكلة في تغيير أي محلي. وهذه رسالة دائما أقولها كل يوم للاعبين، مثل ما في أمان وموقع محجوز لأي لاعب، لا يوجد محلي، لا يوجد أي مقعد محجوز للمحترف. دكتور، غياب المهدي بن رحمة ممكن تعويضه يشهد يعني مثلا عودة عبد الله الشمالي مثلا، او كيف التعامل معه؟ التعامل معه من خلال الحصص التدريبية، من نملك لاعبين جيدين. حصة تدريبية مهمة اليوم. إلى الآن لم نقرر من راح نشارك مكان مهدي، لكن نملك لاعبين جيدين قادرين على تعويض مهدي. شكرا.